والله هو الواحد بس متضايق ان الماتش عشمه. يعني الواحد متضايق ان الماتش عشمه قوي، ان الفوز كان قريب. الكرة لما بتعشم الواحد في ماتش ومره واحده تروح سحباه منه تبقى وحشه قوي، واحنا مجربينها كتير كمصريين، احنا يعني واخدين الايزو في الموضوع ده. يعني الماتش انت من اول ماتش بتلعب ريال مدريد ند بند، انت رايح بهجمات وبتنقل كور في عندهم في المنطقه بتاعتهم، واللعيبه بتاعتك بتاخد لعيبتهم وبتجيبهم وبتعرف تعمل جمل ولو كانت ما بتكملش، ولكن في افكار كانت واضحه بتتنفذ. بس يعني الواحد مش عارف يقول ايه على كمية اخطاء فردية، ولاعيبة كانت نازلة مش مركزة، ولاعيبة نازلة خايفة، على قد ما في لعيبة ادت 100% من مجهودها، ولاعيبة عملت ماتش اسطوري، لعيبة عملت ماتش هيتحط في تاريخها زي حسين الشحات، زي محمد هاني، زي حمدي فتحي، زي محمد عبد المنعم. في لعيبة بجد يعني ماتش هيبقى عار ونقطة سوداء في تاريخهم، ويا ريت يبقى اخر مسمار في نعشهم في مسيرتهم مع الاهلي. زي محمد مجدي قفشه، زي محمد شريف، زي ناس كتير كانت فعلا كارثه. كارثه امبارح. انت كان ممكن انت ازاي يجي لك فرص اجوان زي دي قدام ريال مدريد وما تجيبهاش؟ انت متخيل ان فرقه ريال مدريد، يعني احنا مش اول مره نتفرج على ريال مدريد، والناس مش اول مره تعرف ريال مدريد ان هو الشوط الاول ليك والشوط الثاني هعلم عليك والكلام اللي بيتقال عليهم ده. ولكن احنا عارفين ان ريال مدريد، يعني كان في حد قالها قبل كده، ان انت ريال مدريد هيسلم لك الماتش في اول شوط، هيحسسك ان الماتش سهل، ان انت ممكن تكسب، بس هات اجوان وهيجي لك فرص. عرفت تجيب هنا اجوان خلاص، ما عرفتش تجيب هنا اجوان ما تزعلش. ما تزعلش. انت الفرقه دي ما صمتش قدامها ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وبرشلونه. الفرق دي كلها قعدت 90 دقيقه قدام ريال مدريد، ما فيش فرقه فيهم صمدت 90 دقيقه بدون غلطه. ولكن في منهم اللي كان بيستغل فرص، كان بيستغل اجوان. فهو ده ريال مدريد. انت كان الفرصه الوحيده فعلا اللي كان ممكن تكسب فيها ريال مدريد كان ماتش امبارح. الفرصه الوحيده اللي كان ممكن تكسب فيها ريال مدريد، انت كان مستحيل تكسب ريال مدريد. يعني دكتور ممدوح نصر الله كان عامل فيديو بيقول فيه ان انت ريال مدريد لو لعبتها 1000 ماتش هتخسر 999 ماتش وممكن تكسب ماتش. فامبارح كان هو الماتش ده، كان هو الماتش ده امبارح اللي انت كان ممكن فعلا تكسب فيه. فيمكن احنا بادئين الماتش وعارفين ان احنا خسرانين، وعارفين ان الماتش مش بتاعنا، وعارفين ان خلاص احنا كده كده نازلين متوقعين الخساره. ولكن انا كمان كنت ضد من اول ماتش ان انا العب لعب مفتوح. يعني انا كنت ضد ان انا ابدا الماتش ملعب مفتوح، وابدا العب لعب مفتوح قدام ريال مدريد، وافتح خطوطي واخلي ريال مدريد يعرف يضغط عليا ويمسك كوره في نص ملعبي اكتر، علشان ده هيخلينا نخسر بنتيجه كبيره. ولكن لما بدات لقيت الماتش ان انا رايح وممكن اجيب اجوان، طب ليه لا؟ رحت وفعلا ضيعنا كورتين ما يضيعوش. كره محمد شريف اللي اتشاطت بشوطه عنجهيه ملهاش اي 30 لازمه، الهيدر بتاع محمد عبد المنعم، الانفراده اللي هي مش انفراده بقى، يعني هي كانت قريبه قوي من الجون بتاعت قفشه بتاعت الشوط الثاني. يعني الماتش لحد نتيجه 2-1 احنا كنا مبسوطين بالنتيجه، وكنا مبسوطين بشكل الاهلي، وفعلا الماتش كان ممتاز جدا بالمنظر ده. ولكن النتيجه بتاعت 4 دي مش مقياس ابدا اللي الاهلي عمله في الماتش. الاهلي قلنا ان احنا فتحنا خطوطنا ولعبنا، ولكن احنا كنا في الماتش ده نقدر نكسب. اللعيبه بقى بعد ما جه الجون الثاني، يعني انت جبت الجون الثاني، جبت ضربه جزاء، جات لك ضربه جزاء كان ممكن ترجعك الماتش، وكان ممكن تتعادل وتوصل مع ريال مدريد الاكسترا تايم وتعرف تعمل حاجه معاهم. جات لك ضربه جزاء جبتها، وبعد كده اتحسب عليك ضربه جزاء، عندك عملاق في الجون صدها وعرف يرجعك للماتش تاني ويحطك في مكانك تاني في الماتش. ولكن استهتار من اللعيبه بطريقه غير طبيعيه ورعونه كانك بتلعب فريق في الدرجه تانية، مش كده بتلعب ريال مدريد. لعيبه فعلا يعني واحد زي قفشه، انت هتلاعب ريال مدريد كام مره في حياتك؟ يعني كام مره؟ يمكن ده الماتش الوحيد اللي ممكن تلعب ريال مدريد في حياتك، مستحيل يعني، ممكن بنسبه 99% ما تتكررش تاني تلعب بالشكل ده. محمد شريف كام كوره هتجيلك قدام ال 18 بتاعت ريال مدريد في حياتك؟ ولا مره. هي حصلت امبارح، تستغلها؟ لا ما استغلهاش وضيعها واقهر جمهوري على فوز. احنا زعلانين يا جماعه ان احنا كان ممكن نكسب والله. يعني الواحد مش زعلان ان هو ريال مدريد، لا انا عارف ان انا لا اقارن جنب ريال مدريد، يعني انا نادي القرن في افريقيا وكبير، ولكن احنا بنتكلم بمنطقيه واقعيه ان الاهلي قيمته التسويقيه حوالي 28 مليون يورو، ريال مدريد قيمته 228 مليون يورو، ما بينك وبين ريال مدريد 200 مليون يورو في القيمه التسويقيه بتاعتك. فيعني الواحد كان قريب ان هو يكسب فرقه زي دي. انا كنت قريب قوي ان انا اكسب فرقه زي دي. طب ليه اللي حصل؟ ليه الاستهتار؟ المدير الفني ممكن نقول ان هو بدا بتشكيله غلط، بدا بشكل مش اللي احنا كنا متوقعينه، ان حمدي فتحي ينزل. احنا كنا عايزين حمدي فتحي يبدا. خروج الشحات كان غريب جدا. البدايه بقفشه كانت غريبه جدا 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 ان قفشه يبدا. انا مستحيل قفشه يبدا، مستحيل العب بقفشه في ماتش زي ده، ان انا قفشه مش اللعيب اللي ينفع العب بيه قدام ريال مدريد. انا عايز لعيب بيعرف يقف على الكوره صح، لعيب الكوره ما بتقطعش منه كتير، لعيب بيعرف يوزع لي اللعب صح،
لعيب على الاقل يعرف يسند صح قدام مع المهاجمين. كان عندي قفشه، انت شايف مستواه بقاله كام ماتش، مستواه سيء جدا، الكوره بتقطع منه كتير جدا، ميس باص منه كتير جدا، قدام الجون سلبي بطريقه مش طبيعيه. فليه ابدا بقفشه؟ ولكن برضو هرجع واقول ان انت لما بتيجي تلعب ماتش قدام ريال مدريد انت ما ينفعش تتكلم كفنيات وتنتقد لعيبه، ولكن انا ما بنتقدش لعيبه، ما بنتقدش اداء لعيبه، انا بنتقد رعونه واستهتار من اللعيبه. يعني انا بنتقد ان اللعيب ده كان مستهتر في الماتش، اللعيب ده ما لعبش الماتش اللي انا كنت مستني منه. انا ما كنتش متخيل ان انا الاقي مثلا لعيب زي ده، انت بتلعب قدام ريال مدريد تضيع كوره زي دي. الموضوع كان صعب قوي قدامنا، اللي هو احنا كنا هنكسب يا جماعه، احنا كنا قريبين قوي. قصاد ده في لعيبه عملت ماتش تحفه، ماتش فوق الممتاز. عندك محمد هاني وحسين الشحات، هم اكتر اتنين ممكن تزعل عليهم ان هم خسروا الماتش ده، اكتر اتنين فعلا تتضايق ان حرام ان الكوره ما نصفتش الاتنين دول. علي معلول يعني عمل انجاز، ولكن هو انجاز فردي، انجاز شخصي، ان هو سجل جون في ريال مدريد. حسين الشحات عمل ماتش عالمي وكان عايز يكسب، الراجل مصدق ان هو ممكن يكسب، واثق في ان هو هيعرف يعمل حاجه قدام ريال مدريد، هيعرف يعمل ماتش حلو، هيعرف يكسب، وبيلم وبيروح وبيجي وبيعمل عرضيات وبيشوط في الجون، جواه عايز اكسب. لعيب زي محمد هاني مش هنقول حط فينيسيوس في جيبه والكلام ده، فينيسيوس جايب جون ولا جونين، ولكن محمد هاني عمل ماتش اسطوري قدام فينيسيوس وما كانش في حد بيسند معاه. الناس كانت متوقعه ان احنا نبدا بحمدي فتحي في نص الملعب عشان يروح يسند مع هاني ويعرف يضم معاه كويس قوي في الجبهه اليمين ويسد على فينيسيوس، ولكن احنا شفنا محمد هاني كان لوحده قصاد فينيسيوس وكان بيعمل عليه تاكلينج وبيقطع منه كور كتير قوي وبيبطل هجمات من ناحيته كتير قوي. فكان ماتش اسطوري لعيبه زي محمد هاني وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم والشناوي، ضربه الجزاء اللي صدها الاربع اجوان الشناوي لا يسال عن اي جون فيهم. الراجل جاي ضربه جزاء كان هتقلب الماتش، يعني كان ممكن تقلب الماتش لو ثلاثه، ما كده كده واحد، ولكن الراجل صد ضربه الجزاء واداك فرصه، قالك يلا بقى ارجع بقى الماتش قدامك، ولكن برضو استهتار لعيبه وصلك لان الماتش ينتهي بالنتيجه دي، نتيجه غير مستحقه ان انت تخسر 4 قدام ريال مدريد بالشكل اللي انت لعبت بيه. انت لعبت حلو، يعني احنا قلنا ان لحد 2-1 الناس كانت مبسوطه، لحد 2-1 احنا كنا راضيين وقلنا ان خلاص تمام 2-1 مفيش مشاكل وريال مدريد وكل حاجه، ولكن الثالث والرابع جم ما لهمش اي 30 لازمه، ما لهمش اي 30 لازمه. في ناس بتقول 2 زي 4، لا انا بالنسبه لي 2 مش زي 4، انا بالنسبه لي ان انا اخسر 2-1 وابقى كنت قريب قوي من الفوز، غير ان انا اخسر 4 بسبب استهتار ناس ما كنتش متوقع انها تعمل الاداء السيء ده. يعني مثلا زي اليو ديانج ده، احنا كنا مراهنين على اليو ديانج، كنا مراهنين على ان لا ده ماتشات ديانج، ماتش كان فوق السيء من اليو ديانج، خطا ساذج من متولي ما بيخطئوش متولي، متولي مش بتاع الاخطاء دي، من اللعيبه المتميزه عندك في التمركز واللعيبه اللي بتقف صح في مكانها. خطا ساذج جدا خلى الجون الثالث جيم بطريقه ملهاش اي 30 لازمه. الاهلي وصل للتاريخ زي ما قلنا، الاهلي وصل حقق تاريخ كبير قوي ان انت تلعب ريال مدريد، وان ما حدش كان يحلم ان احنا نلعب ريال مدريد. واحنا بادئين الماتش زي ما قلنا احنا متوقعين بنسبه 99% ان احنا نخسر، وقلنا العشم وحش، ولكن زي ما قلنا ان اللي مضايقنا مش الخساره خالص خالص خالص، مش مضايقنا الخساره، مضايقنا ان احنا كان ممكن نكسب. احنا متوقعين الخساره ومتوقعين الفرحه بعد الخساره فتمام، لكن ان انت كان ممكن تكسب والكره تعشمك جامد قوي زي ماتش السنغال مثلا، انت كنت هتصعد كاس العالم وجبت جون في ارضك في مصر ورحت هناك متوقع ان انت على الهادي هتكسب وهتطلع، الكره اديتها لك وقامت قال لك لا خلاص كل سنه وانت طيب. فهي الكره كده، يعني اللي ضيع يستقبل، وانت ضيعت كتير فاستقبلت 4 اجوان قصادهم. ماتش لا يستحق الاهلي ان يخسر 4 باي شكل من الاشكال، ماتش كان ممكن نخرج منه نتيجه احسن من كده، ماتش كان ممكن نلعبه احسن من كده، ماتش كان فيه لعيبه ممكن تركز اكتر من كده، في مجد شخصي اتكتب لافراد، محمد هاني مثلا، حسين شحات، افراد اتكتب لها مجد شخصي، ولكن المنظومه كلها ماتش هيحسب نتيجه، يعني نقطه عار ونقطه سوداء في تاريخ لعيبه، ونقطه مضيئه جدا في تاريخ لعيبه، ان هو لعب ماتش قدام ريال مدريد بالشكل ده، ولعيبه لعبت ماتش قدام ريال مدريد بالشكل المستهتر ده. يعني قدامنا ماتش مع فلامينجو يوم السبت الساعه 5:30 نلعب على برونزيه، الواحد خلاص فرحه البرونزيه بقتش زي زمان، احنا كسبنا برونزيات كتير وكسبناها سنتين ورا بعض، ففرحتها احنا كان نفسنا نوصل نهائي، خصوصا ان في فريق عربي كمان وصل نهائي الهلال، وفي فرقه قبل كده العين وقبل كده الرجاء، فاحنا عايزين بقى نعدي مرحله البرونزيه دي ونوصل النهائي يا جماعه، عايزين نلعب على فضيه، عايزين نلعب على ان احنا نلعب على البطوله، طيب يعني اي حاجه. فمعنى ان في فرق عربي وصل النهائي ده بيضايقنا برضه، ان احنا كان ممكن نوصل للنهائي، ان احنا كان عندنا فرصه ان احنا نلعب نهائي، وفي فريق عربي حقق الانجاز ده تاني، يعني مره كمان بعد العين وبعد الرجاء، وكان في مازيمبي برضه في افريقيا. فيعني انت بتتكلم في ان انت كفايه برونزيه يا جماعه، كفايه برونزيه، احنا زهقنا بجد من البرونزيه، خدنا برونزيه مرتين وقلنا ده انجاز والحمد لله وفريق كبير وفريق عظيم، نفسنا بقى نعدي المرحله دي، نعدي الستيب بتاع البرونزيه دي، نخش نلعب على البطوله. قدامنا ماتش مع فلامينجو خلاص، يعني نتمنى ان احنا نبقى في يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، ان احنا خلاص يعني ناخد البرونزيه ونرجع بيها ونبدا نحضر الموسم الجديد، ويا عالم ما ممكن السنه الجايه نوصل نهائي ونشوف اللي هيحصل فيها ايه.
ماتش تاريخي، ماتش خلص صفحته اتقفلت، نركز بقى في الماتش اللي جاي فلامينجو، وبعد كده عندنا معركة وعندنا مؤجلات وبلاوي كتير في الدوري والكاس، ولسه عندنا ماتشات مجموعات افريقيا، فلسه قدامنا موسم طويل. ان شاء الله نوصل بيه اللي احنا عايزينه، ونوصل بالاهلي لمكان كبير، عندك مدير فني محترم، وان شاء الله نوصل لمستوى كويس. السلام عليكم.